اسمعوا. وطني الغالي وطني الحبيب وطني الغالي وطني النجم العالي وطني الشعب. فيديو اليوم عن أزمة الحجاب. الله يصبرني. خلينا نبلش. كيفكن يا باشا؟ سافا بيبي. مبدئيا خلينا نوصل هذا الفيديو 100,000 لايك معلم. اوكي. موضوع الناس باخر فتره عن قصه الحجاب مع المشاهير، البنات طبعا، شباب ما دخلوا. اللي صاير انه في بنتين بالسوشيال ميديا اكيد بتعرفوهم، محجبات، عاملين هيك ميكس مع بعض وقرروا انه لازم نشيل الحجاب. يلا السلام عليكم، يلا باي. كيف شلون لا اعلم. لا يا حمزه من فتره ليست ببعيده قررت تتحجب، ما شاء الله عليها البنت، يعني عملت حرفيا احسن قرار بحياتها، لدرجه يعني الناس اللي كانوا يكرهوها صاروا يصفقوا لها معلم. وقت البنت دخلت ترند، ما حد يحكي لي ما دخلت ترند، صار الموضوع ترند. حتى يعني عملت معاها فيديو لما نزلت على لبنان وحكينا بكتير امور بخصوص حجابها، فيكم تروحوا تشوفوه. فبهديك الفتره زاد الريسبكت عندها مليون معلم، لدرجه اثرت على كتير بنات، ومنهم بنت اسمها سالي العوضي، برضه حنحكي عنها لقدام ان شاء الله، وبنت تانية اسمها شادن، برضه ما حنحكي عنها لقدام. فعليا ليا حمزه لما تحجبت غيرت كل نظره الناس لها، اغلب البنات اخذوها قدوه، حتى محتواها غيرته. خلص البنت فايته، يعني كيف بدها الكون، ما عندها مزح. البنت وعيت على نفسها بطريقه مستحيل حدا يتوقعها، صارت تدخل على حسابها تشم ريحه عود وبخور يا زلمه، يعني مثل ما بتعرفوا قبل كانت تجيب اعياد بحالها، مش طبيعي يعني. فعملت برمضان برنامج نصائح دينيه نوعا ما. البنت داخله على التوبه بقوه، تاثير وهدايه وتوبه ونصائح، والله اكبر. هذا شيء جدا بننبسط فيه، واولهم انا كوني بعرف البنت من زمان، يعني حرفيا على كتر ما يعني هيك بدي اشجع للبنت وانبسط، رحت شلت الفيديو اللي صورته معها اول مره بعد مشكلتي الاولى معها، اتذكر علاك فاضي قبل ما تتحجب، عشان هيك انه انا احترمت هذا الشيء ومشان تكمل. ففجاه البنت بعد فتره خطبت، واه سو كيوت، ما شاء الله شو سريعة كانت، أسرع خطوبة بالعالم، وبرضه دخلت ترند فيها للقصة. أنا اشتهيت أخطب من بعدها، حرفيا شجعت كثير بنات إنه لا بمزح. شو الشغلة علكة. الموضوع صار رواق، والناس بلشت تتخفف هجوم عليها بسبب ماضيها اللي قبل، يعني خلاص عفى الله عن ما مضى، الناس فتحت صفحة جديدة لها وبلشت تتعاطف معها شوي شوي. البنت صارت تاخذ راحتها، يعني لما بدها تتصور مع شاب خلص أخي، يعني هذا خطيبي ما حد له معي، فبتصور معه عشان ما حد يحكي حكي طالع نازل. أوكي البنت تحجبت وخطبت بالحلال وكل شيء بالحلال يا محلى، برافو عليها. فجأة يا معلم فسخت الخطوبة. ما ايش ام الايرور يلي صار. ايش ام الغرابة، مدري شو صار او شو السبب، الله اعلم، بس كل اللي بعرفه انه هي وخطيبها كانوا كتير حلوين مع بعض، وحتى خطيبها بني ادم كتير اكابر وحباب هيك، واجتمعت معه كان جدا لطيف، برضه ليا كانت كمان لطيفة هيك، عصافير حب مع بعض والحياة حلوة. المهم فجأة ليا قررت تشيل الحجاب. ما تحكي لي كيف. اسمع، احلام العصر، مو احلام العصر، هذا احلام الفجر معلم. بنت الحلال هدي علينا شوي، لانه نحن بطلنا نتحمل كميه الاعياد اللي عم تصير باخر فتره. روي من احلى القرارات اللي اخذتها. شو هنن؟ القرارات اللي والله قرارات بس تسمعك عم تقولي عنك قرارات الحالة حتتراجع. اذا انا اخذه هيدا القرار، يعني انا بكره الحجاب وما بحب الحجاب وبشجع الكل يشلحوا، بالعكس انا لما اخذ هالقرار انا بدي اشجع قد ما فيني بنات تحجبت من بعد تضل ملتزمه فيه. لحظه خلينا نوقف هون لثانيه بس. ثانيه، كيف بدك تشجعي البنات المحجبات بانه تستمر اذا انت اوريدي شلحتي الحجاب ورجيتيهم انه انت ما ارتحتي فيه وانت بطلتي مقتنعه فيه؟ كيف هن حيقتنعوا منك؟ حتقولي لهم الحجاب كثير حلو استمروا عليه تخفيضات كود خصم هون؟ هذا ما يجي كلام هذا. للاسف انا طلعت ارادتي اضعف من هيك بكتير، وطلعت انا اضعف بكتير من انه اقدر اكمل بالحجاب، او حتى انا شوفوا مدام البنت صورت فيديو وهي عم تحط هذا المسحوق على وجهها، اعرفوا انه الموضوع جدا مهم، بنت ما طلعت عن عبس. يعني انا ما بدي اوصل لمرحله ترجع تبين رقبتي كتير اكتر ويرجع يبين غرتي مثل ما كتير ناس بيعملوا. فهون لا قررت تشيل الحجاب من اساسه، بدل ما انه شوي رقبتها مبينه، شوي شعرايتين ثلاثه، لا قالت بختصر الموضوع بشيل جده معلم. بس هالفتره على القليله ما رح اقدر اكمل فيه، بس لانه فرض ولانه ربنا فرضه علينا رح يجي نهار وانا اكيد ارجع البسه، اكيد شجع اولادي يلبسوا، اكيد يا رب نستوعب انه هذا حجاب، يعني هو ما انه لبس شتوي صيفي نطلع الصيفي ننزل الشتوي نلبسه، ما مش هيك، هذا حجاب نلبسه وخلص، بنشيله وخلص. اوكي نلبسه نشيله نعمل فيها شفتات موسميه، ما يجي هذا كلام حبيبتي.
مش إذا أنا بدي أشلحه، يعني أنا شخص كافر وشخص ما بيعرف بالدين وشخص ما عنده حياة مثل ما كتير ناس قاعدة عم بتقلي. بالعكس يعني. شوفي، نحن ما بنحكم عليكي بهي الطريقة، نحن بنحكم على انه الاسلوب يلي عم تتبعيه مع الحجاب غلط، فانت لازم تحسني اسلوبك مع الحجاب. الناس ما بتحكم الا لتشوف، فانت لما عم تورجي هذا الشيء للناس، الناس طبيعي حتحكم على الاسلوب يلي انت عم تعاملي فيه الحجاب، اكثر من هيك الناس ما حتحكي. ما بدي أخسر ولا حدا كان يحبني ولا حدا حبني، لأنه أنتوا حتحبوا روحي وحتحبوا نيتي وحتحبوا نفسيتي، مش حتحبوا شي بشكل. اوكي، ما تبقى كلام صراحة يعني ما فات بمخي كتير. بس المهم بعد هذا الفيديو الناس كلها هاجمتها بسبب انه قرار ليا حمزة غلط بانه تشيل الحجاب. هو حرفيا غلط بدون نقاش، وانا مش معاها بهاي الفكرة ابدا، ولا بشجع اي بنت تشيل الحجاب. فصار هجوم واسع عليها والناس ما تقبلت الفكرة بتاتا ولا بندورة. ففعليا البنت حست شوي بالذنب وراحت نزلت هذا الفيديو. هاي حلوين. أول شي بدي أتشكر كل شخص وقف حدي، وبدي أتشكر بنفس الوقت كل شخص بيان على حقيقته من بعد ما أنا حكيت. حرفيا اللي بتابعني على الانستغرام بيعرف انه انا ما كتير دققت على الموضوع، ما حكيت فيه كتير بسبب انه انا عن جد نصحتها للبنت وحكيتها وقلت لها انه انا ابدا ما بشجعك على هاي الفكره، وانا من نيتي على حالي، انا ما فكره قدمت نصيحه وان شاء الله يعني تكون هي سمعت منها. فما كتير دققت على الموضوع ولا حكيت عنه زياده، لانه على امل يتحسن، وشوفت عينكم شوي يتحسن الموضوع عندي. ما رح توصلوا للي بدكم اياه، وما رح تنبسطوا بالشمات اللي انتم عم تشمتوا فيها. ريسبكت مرة تانية. دب 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 دب. ابدا مش عشان الهجوم اللي صار او العالم اللي عم تحكي بقلة ادب منكن لربكن اصلا، لا، لانه في شخص كتير 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 بيفهم بالدين اتصل فينا. هذا الشخص مش انا، هذا مش انا نصحتها بفويس نوت ما اتصلت فيها. قال لي انه اوعى تفكري شي نهار انه الحجاب هو السبب بخليك انت ما تكوني مبسوطة او عم بخليك انت تكوني ضعيفة، ابدا. فكرت فيها كتير، راجعت افكاري كتير، من كتر ما تأثرت الضوء لحاله طفي. ايش في؟ انه الله يغفر لي يا رب، حرام انا ظلمت نفسي لما انا عملت هيك، ظلمت نفسي لما قلت انه انا. بس هذا القرار كان اقوى من القرار الاول يلي قررتي فيه تتحجبي بالاساس، لانه بما انك تراجعتي عن شيء غلط فهذا برايي قرار جدا قوي. برافو عليكي، انا بتمنى من كل قلبي تستمري وما تضعفي وما تستسلمي للاشياء اللي ممكن تخليكي تتنازلي عن مبادئك والاشياء المنيحه، وبالاخص الحجاب. يجي الشخص يمر بهيك شيء، استنتجت انه يمكن البنت عن جد مرت بامور كثير معقده خلتها تحكي هذا القرار. اوكي، بما انه تراجعت وحست على حالها انه كيف الموضوع جدا غلط، فوالله ريسبكت، انا بحترم. اوكي، لحظه انا بعتذر على اغلب الكلام اللي حكيته هلا. اوكي، اسف لنفسي لانه انا خاب ظني برضه. فعليا كان المتوقع ينزل هذا الفيديو اللي عم تشوفوه بعد 10 دقائق، بس حبيت احكي هاي الكلمه بانه ليا شلحت الحجاب هلا وخيبت ظني وظن كتير ناس. ما بعرف شو بدي احكي، بس الله يهديها توفق بحياتها، يعني راحت كل نصايحي على الزبالة. كتير معهور. كان نفسي احكي عن الفيديو تبعي اللي نزلته، بس خلاص يعني ما عاد لي نفس ابدا، والله القصة صارت كتير فايتة ببعض. مو طبيعي شو عم بيعلق الكمبيوتر. اذا كان كمبيوترك بيعلق كتير وما عم يستوعب حجم المشروع اللي عم تشتغل فيه، ولحتى ما يصير معك نفس الموقف ويروح كل تعبك على الفاضي، اختصرت لك اياه بكرت الشاشه جي فورس RTX 40 سيريز. فيه احدى التقنيات العاليه اللي هي DLS 3 المدعومه بالذكاء الاصطناعي، وكمان فيه سرعه انتقال بانفيديا ريفلكس. هذا شيء كتير مهم وضروري اذا كنت عم تلعب العاب قويه وفيها جرافيكس كتير عالي. يعني اذا كنت عم تفكر تطور من كمبيوترك، لا تنسى انه سلسله RTX 40 راح تساعدك وتعطيك فريمات عاليه جدا، نفسها يلي انا عم بستعمل منها حاليا. حرفيا الاداء اختلف عندي تماما. روح زور موقع جيكي بالبايو وشوف سلسله RTX 40 وكل شيء بتحتاجه من قطع للكمبيوتر خاصه بالالعاب والجوده العاليه، صدقني حتى دعيلي. وهلا بنرجع نشتغل اديت. ما علينا، نجي على الشخصيه الثانيه. يا سلام. بنت اسمها سالي العوضي. حرفيا هي كان في امل منها، وامل يعني خلص هربت. خلص الناس سحبت ايدها منها.
البنت للأمانة تحجبت مع حجاب ليا حمزة، مش عارف تحسن راحوا اشتروا الحجاب سوا وأقدمت على هاي الخطوة الرائعة، وبرضو دخلت ترند بالموضوع. الناس كتير شجعوها، برافو عليها. نفس السيناريو اللي صار مع ليا حمزة والعلاك المصدق، بس هون صار في تطور شوي. التطور اللي صار انه البنت صارت تطلع بمقابلات وتنسأل على الحجاب وهي مقتنعة اقتناع تام فيه. يعني شو بدي اقول لك، لدرجة اذا بتسمع كيف هي عم تحكي عن الحجاب بتشتهي تتحجب. انت كونك شاب تشتهي تتحجب. مستحيل نشوفك يوم من الأيام تخلعي الحجاب. لا مستحيل، خلص لبست عن قناعة تامة، مستحيل أشلعه. مش طبيعية يعني، شو بيرتفع عندها ريسبكت الحسنات. المهم البنت بعد فترة صارت تطلع لايفات وتلمح انه بدها تشيل الحجاب. مش هيك، لا لا أبصر شو، أنا هاي الفترة كتير براسي إني أشلح الحجاب عشان أكون صريحة معكم. بنفس التوقيت والتزامن مع ليا حمزة قررت سالي العوضي تشيل الحجاب، فصار الترند دبل وصار الهجوم دبل. وانا ابدا ما بشجع يعملوا هالخطوه، وهالخطوه جدا غلط. حرفيا صار شيء مثل ايرور انه شو صار لحتى البنات قرروا يشلحوا الحجاب، ونزلت هالستوريات. في قرار مهم انا اتخذته ونفذته، وبعرف اني راح الاقي هجوم كبير علي، وبعرف في ناس بتحبني راح تزعل مني، بس يا جماعه انا قسما بالله حاولت كتير وبكيت اكثر ودعيت ربي انه الله يثبتني، بس انا مش قادره. بنت اتخذت القرار ونفذته خلاص، يعني دغري عطتنا اياها كاش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا انت عم تشتغلي على شيء ومو قادره تكمليه غير عن الحجاب، مش عارف شو الاسلوب اللي اتبعوه مع الحجاب. يعني عارف بتحس لما تحجبوا كانت هيك الدنيا شتويه وعلى البرد وصار في دفى شوي بالحجاب، وهلا اجى الصيف وريحه عرق ومش حدا طايق حاله، ضيقه خلق وابصر شو، يلا نشيله. ولا ايش بالضبط؟ لا معذورين والله معذورين. بعدين حست شاورت شوي مع ليا حمزه بخصوص موضوع الهجوم وهيك، قررت البنت تنزل بوست وتصدم الجميع بانه ما حتشيل الحجاب. دام والله كفو، والله كفو، والله كفو. وكاتبه تحت الصوره ان بعض الظن اثم. هو الموضوع مش ظن ابدا، الموضوع علني وانت اللي اخترتي تحكي. الناس ما هجمتك عن عبس. طيب برهوم وين الجديد؟ ما هي يعني نفس الحركه اللي عملتها ليا حمزه. راح اقول لك لا. الموضوع اتطور وسالي ثاني يوم فجرت مفاجاه. يعني شباب ما بعرف شو بدي اخبركم، بس صدقا بدها راس ارجيله. طلعت يا مرحوم البي ثاني يوم بلايف تيك توك وهي شالحه الحجاب. باختصار يعني العمى بنزيمة ما عملت، سوت هجمة مرتدة بشكل لا يصدق. معلم قالت لك رايحة يمين لا شمال. مسكرة وأنا شلحت الحجاب. اوكي شوفي، عندي تعليق بسيط على يعني هو انت شلحتي الحجاب وشلحتي تمام، الصبغة اللي عملتيها بشعرك ابدا مش حلوة، يعني ذنوب على الفاضي. وحياة الله ما بتنمر، بس الصبغة ابدا مش ظابطة. اديني بس الحجاب عشان نعرف. مش عارف ليش طالعة بصيغة انه عم تجاكر الناس انه انا شلحت الحجاب. يلا ها شو حتعملوا؟ انتوا شايفين الدين بس الحجاب، والله لازم تتأهلوا، لازم ترجعوا تتأهلوا. يعني رد على الموضوع ببين انه هي جدا طفلة. فانا راح سكرت المسجات وسكرت الكومنتات، سكرتهم. ايه ما اول ما اسكرهم. المهم بعد هاي السالفة البنت عطلت حسابها الانستغرام ورجعت كل فيديوهاتها على التيك توك بلا حجاب، والحياة حلوة. اخيرا وليس اخرا قرار اي بنت بانه تشيل الحجاب جدا غلط. يا رب يا رب البنات تستوعب، بالاخص المشاهير، بانه الفكرة ابدا مش ترند وابدا مش عشان المشاهدات، شوية استيعاب بس. ما تبقى يعني انتم حرين كيف ما بدكم تستوعبوا. احكوا لي رايكم بالتعليقات. كالعادة بشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام للسلاحف الكرام. تشاو. وطني حبيبي وطني الغالي اوكي باشا.